مساء الشعر، مساء الخير، مساء كل لحظات الشوق التي تجمعنا بكم عبر شاشة قناة المختلف الفضائية، وذلك من خلال برنامج ليل وشعر، والذي نستضيف من خلال شاعر ونجم من نجوم الساحة الشعبية. باسمي أعزائي المشاهدين وباسمكم أرحب بالشاعر الجميل بدر اللامي. مساك الله بالخير يا بدر. هلا بك، طال عمرك. سعداء بوجودك ابو نمر. انا اسعد، يشهد الله، وانت عارف اني اسعد كثير. رحب فيك، ضيف عندنا في الكويت وما يحتاج انت يعني راعي محل. بلدي الثاني يا حبيبي، وعند شخص غالي على قلبي كثير. الله يعزك ويغليك عنده ان شاء الله يا بدر. عمرك. ابو نمر، انت يعني من الشعراء والاعلاميين يعني اللي لهم يعني تواجد مثير في الساحه الشعبيه. جميل. اول بدايات بدر اللامي يعني تعرف الجمهور على بدر اللامي من خلال برنامج شاعر المليون، وبعد برنامج شاعر المليون النسخه الاولى بدر اللامي دخل في صراع مع القائمين على برنامج شاعر المليون وما خلف الكواليس. ودنا تحدثنا عن التجربة حتى يعني ندخل في سبب نزول كتاب أسرار شاعر المليون. جميل. أحدثك عن بالضبط أي تجربة؟ تجربة دخول إلى شاعر المليون؟ أنت تجربتك دخول بشاعر المليون كانت يعني ما فيها أي عوائق. جميل. واختاروك كشاعر واقتنعوا فيك كشاعر. بعد خروجك من يعني كثير من المتابعين قالوا إنه والله بدر اللامي دخل برنامج شاعر المليون بعد ما أقصي أو أبعد من الحلقات. فضح. فضح. أختصرها لك. هذه تفضل. أول شيء نمسي على المشاهدين بالخير. والله يعطيك الصحة أنت يا أبو صالح. الله يجزاك خير. والمشاهدين طبعا. الشيء الثاني طال عمرك، برنامج شاعر المليون، أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا ما أحب الحديث عن برنامج شاعر المليون لسبب وحيد، اللي هو أني تحدثت عن واجد يعني أمور راحت يعني، فلذلك تجدني أبتعد أحيان كثيرة عن الخوض في البرنامج والخوض، لأني أنا وضحت أسبابي قديما، لكن اليوم لازم أوضح أسبابي ومجبور أني أوضح أسبابي أصلا. تفضل يا إيه يعني اليوم له طعم خاص يعني. الله يعزك. الشيء دخول شاعر المليون كان يعني جميل، مثل أي شاعر شارك في شاعر المليون، ويعني فجرب طعم حلاوة الظهور إلى الجمهور وكذا. في دخول شاعر مليون كان لنا أجواء جميلة، لكن خروجي من شاعر مليون أنا ما لي شغل أصلا. حتى خروجي من شاعر مليون أنا لست أنانيا. كيف لست أناني؟ أنا لما أخرج من شاعر مليون وألف عليه كتاب على شاعر مليون مثلا، أو أني أسوي فضايح أو كذا وكذا وكذا من السوالف هذه على شاعر مليون، فأنا إنسان أناني. أنا لست أنانيا. أنا خرجت من شاعر مليون ولم يكن، ويشهد الله علي، لم يكن في بالي أي شيء ضد شاعر مليون. وحتى وقت قريب من النسخة الثانية من شاعر مليون لم يكن في بالي أي شيء على شاعر كتاب مليون. نشرته الكتاب طال عمرك نزل أول حلقة في شاعر مليون الثاني. طيب أنا كتبت الكتاب قبله بشهرين تقريبا، يعني بعد خروجي من شاعر مليون ب10 شهور. طيب شو اللي أخره وليش اللي أخره؟ ما كان لي نية أصلا بالكتاب. شنو الدوافع؟ جميل. الدوافع طال عمرك في دوافع كثيرة، لكن ربما حس الكاتب والصحفي والناقد لدى بدر اللامي أكبر من حس الشاعر. طيب يعني أنا أرى أني توجهت مؤخرا للشعر، وأنت تدري يا أبو صالح، يعني أنا أكتب الشعر من زمان، لكن ظاهر العالم ككاتب وصحفي أو ناقد. حينما كتبت كتاب شاعر مليون، أو حينما فكرت في الكتاب، والله لم يكن في بالي أني أنتقد شاعر مليون. طبعا الكتاب ليس فضائح، بل هو نقد لشاعر مليون، ونقد إيجابي ونقد سلبي. أنا في طرف محايد. طيب ليش النقد السلبي؟ النقد الإيجابي يعني هذا أمر مفروغ منه، أنت صحفي وإعلامي وتعرف أن النقد الإيجابي هو المطلوب لدى الجمهور. جميل. النقد السلبي ليش يا أبو نمر؟ النقد السلبي طال عمرك على أشياء كان يمارسها البرنامج كنت أتمنى أن تلغى من البرنامج. طبعا خلنا نرجع لك بخطوة وش الوراء، اللي هي انتقادي للبرنامج جاء يعني خلنا نكون معك صريح وواضح يعني بعد فترة معينة صار سوء تفاهم بينك وبين البرنامج، يعني بيني وبين بعض الأشخاص في البرنامج. طيب سوء التفاهم هذا أدى إلى تفاقم المشكلة وتفاقمها إلى أن أصدرت الكتاب. يعني ردة فعل أنا عندي، أنا أقدر أنتقدك،
لكن لا تجربني، فاهمني؟ طيب. يعني لا تخليني افتل عضلات الكتابة عليك. طيب انت عندك برنامج، انا عندي قلم، انا استطيع بالقلم هذا ان اهز من هذا الكيان، لكن ما استطيع ان امحوه. طيب ابو نمر، انت صحفي واعلامي وتعرف ان النقد يعني الجمهور والمتابعين يعني ما عندهم اعتراض في مساله النقد. جميل. سواء برنامج شعري، لان ما في احد منزه ولا في برنامج أكيد. منزه. لكن النقد الوحيد اللي يعني وجه لبدر اللامي انك انت شاركت في برنامج شاعر المليون. لو لم يكن بدر اللامي في برنامج شاعر المليون لا قبل منه النقد. فانت كيف تدافع عن نفسك وانت مشارك في برنامج شاعر المليون؟ هذا انت قاعد الان تقف معاي، يعني انت ما تقف ضدي. انت جميل، نقدك صحيح، كلامك صحيح، لكن كلام الجمهور ايضا صحيح، لكن لم يروا الزاويه اللي انت شفتها يعني. لا، لم يروا الجزء الناصع والواضح من السالفه كلها. انت تقول مثلا بدر انت شاركت في برنامج، كيف تنتقده؟ انا لو ما شاركت في البرنامج تقول لي كيف تنتقده، واقول لك صحيح كلامك، لاني اكون هنا انسان اما حاقد او متملق اذا كنت انتقد البرنامج وانا ما شاركت فيه. انا شاركت البرنامج، ويعلم الكل ان بدر اللامي يعلم اكثر مما يعلم الكل هناك. شلون يا بدر اللامي؟ يعني انا الحمد لله يعني مع الكواليس، يعني مع خاصه كواليس البرنامج انا مع الشباب يعني من زمان، من بدايه البرنامج. شو اللي يصير في الكواليس اللي صار برنامج طال شاعر عمرك المليون يصير في اي برنامج ثاني يعني؟ ايش معنى برنامج شاعر المليون؟ جميل. انا طال عمرك شاركت في برنامج شاعر المليون، انتقدته. طيب اللي صار بالكواليس، شو اللي صار؟ صار شغلات كثيره. انت ذكرت يعني اكثر الاشياء اللي في كتابك. اللي بالكتاب انا قرات كتابك، اكثر الموجود في الكتاب يعني متداولينه الجمهور ويعرفونه الجمهور، لكن غير مثبت. يمكن غير مثبت، لكن بدر اللامي كتاب هذا يعني فيه بعض الجماهير يعني قالوا بدر اللامي أراد بعد خروجه من برنامج شاعر المليون خالي الوفاض، كما يعني أطلق بعض الجمهور. طبعا لا نقصد خالي الوفاض شعريا، شاعر مبدع وقلم، بعد تعرفت عليك أكثر في الكتابة والجمهور يعرف ذلك. لكن بعد خروجه من شاعر المليون تركيز الأضواء على الشعراء يعني تقدموا أكثر في المراحل المتقدمة. بدر اللامي أراد أن يثبت وجوده كشاعر وكإعلامي، أو كإعلامي أكثر منه كشاعر في هذا النقد. شوف ردك أنت على الاتهامات أو على هالشيء هذا اللي جميل. أنا انتقدت البرنامج، أنا ما ودي أني أطلع من الموضوع بس خلنا انتقاد البرنامج هذا. يعني ما كان أني أبحث مثلا أو خلي وفاض، أنا لم أخرج خلي وفاض أبدا من البرنامج، هذا أولا. ثانيا أنا تعرضت للظلم، لو لم أتعرض للظلم لم انتقدت البرنامج. ممتاز. احنا نبي نقطة الظلم، يعني أكيد ردة الفعل كانت من هذا الكلام. شنو الظلم اللي ظلمت؟ يعني أنت أفضل الشاعر بدر لا، يعني القياس شنو الظلم اللي عندك؟ قياس الظلم طال عمرك أنني كنت المستحق الأول للتأهل في حلقتي أنا. ممتاز. فقط. الظلم وقع من الجمهور، تصويت الجمهور ولا من اللجنة؟ لا ما له شغل تصويت الجمهور، أنا لم أعتمد في حياتي على تصويت الجمهور. الجمهور على عيني وراسي، لكن تعال خسر الجمهور ومدري ايش. انا جايكم شعرا، لم آتي ابحث عن فزعة قبلية، ولم آتي للبحث عن طال عمرك بس انت تدري عن تصفق لي وشلة البرنامج، تدري عنه في تصويت جمهوري. لا شوف، هو في تصويت في جزء من البرنامج، لكن اني اجي طال عمرك وانا يعني مجهز اسلحتي كلها الشعريه وادخل معك واتحداك، اصلا انت يا عضو لجنه انك تنتقدني، انا قبل لا اجيك انا ناقد، فانت تجي تنتقدني. فهذا اللي حصل يوم صار البرنامج طال عمرك، ركز الشعب كله على سالفه القلم الاخضر ويادي القلم الاخضر، ذبحنا القلم الاخضر، فخلوا الناس الشعر وخلوا المفردات وخلوا الصور وخلوا ليش تقول القلم الاخضر يا اخي خلاص ما نبي القلم الاخضر، متنازلين عن استغفر الله والله، يعني يجبرونك على شيء انت ما كنت تنظر له اصلا نظره عاديه يعني. فهذا اللي انا ارى مثلا ان بدر اللامي في هذيك الايام قبل 4 سنوات كان مستحق، هو واخوه عبد الله عبيان فقط في حلقته. باللي يتأهل شعراء ثانيين تاريخ حافظ، لكن ودنا نعرف يعني شنو الفرق. خلي الناس يدورون عليهم اللي تأهلوا. طيب كانوا اقل منا شعريا يعني باللجنه، يعني اختيار اللجنه كان اختيار جدا ظالم يا اخي. كل ما اتذكر الايام هذيك احقد اكثر لذلك خلني ناسيها. لا والله خلني ناسيها، والله اني نسيتها، وتربطني باحد اعضاء لجنه التحكيم الان علاقه جميله جدا جدا جميله.
فلذلك ما ابي اتذكر البرنامج، ولا احب حتى اذا جيت جلست معه او كذا ما احب اني اسولف معه باي شيء في البرنامج، لانه حركه غبيه وراحت خلاص، لقنتهم درس عليها وانتهى الموضوع. انت رديت على اللجنه في وقتها ولا فيما بعد؟ يعني اللجنه ما قدروا يكلموني بشيء في البرنامج، يعني ان شاء الله والله يشهد الله الكاميرا وين تشتغل هذه، والله اني مو كبره، لكن هم اللي ما قدروا يردون. يعني البرنامج اي والله هم الناس اللي جو طال عمرك وجو قالوا الله والله جميل انت ما انت مدري، ما حسيت الا برا تصويت. يعني شيء مضحك صراحه. يعني هذا اللي قهر بدر هذيك الايام. لكن والله اني دمحت، يشهد الله علي اني دمحتها ولا كانه صاير شيء. قلت حبيبي علاقتي مع الشباب اكبر من اني مثلا اجي واسب واشتم. فسوت احدى المجلات او احدى الصحف والمجلات سووا لقاء مع بدر بعد خروجه، يبغون يستفزون بدر، ايش البرنامج سوالك؟ ايش اللي كذا؟ ايش اللي كذا؟ بدر اللامي قال لهم البرنامج جميل وما في ان شاء الله الا كل خير. لكن ان بعد البرنامج وجيت حفل التكريم وحضرت حفل التكريم ومع الشباب، والله ان ما في اي نيه. اصلا انا قصيت كيكه شاعر المليون، الكيكه نفس الكعكه انا اللي قصيتها. يعني الحمد لله علاقتي جدا طيبه رغم يعني اللي تعرضت له والله واللي انت حاطه في صدرك تركته جدا عادي، ولا اقسم بالله ولا في اي تفكير. لا زال السؤال يعيد، ليش رجعت يا بدر؟ بعدين طال عمرك والله حصل استفزاز معين من احد الاشخاص هناك وتحداك. يعني تحدي مثل ما التحدي، احنا برنامج يعني انت ايش تسوي؟ فانا كانت يعني طيب كتابك اثر عليهم؟ والله انت ترى يعني شوف في نقاط بالكتاب كتبتها عن كذا وكذا وكذا، لازم تغير طريقة القرعة، لازم أن الشعراء يكونون مثلا معروفين لدى الجمهور، لازم أنه يكون كذا، لازم أنه يكون كذا. فمع السنوات قاعد تصير الشغلات اللي بدر اقترحها في الكتاب، اللي حطها بدر بالكتاب قاعد تصير. أخذوا برأي بدر لكنهم معارضين لبدر ككيان ليس ككتاب. هم وغيرهم يعني من الناس اللي هناك. فانتقادي للبرنامج يوم انتقدت البرنامج استفزاز، يعني خلاص أنا عارف البرنامج. يعني أنا يمكن أنا أصنف أن والله بدر اللامي دخل في المعمعة هذه، يعني الإعلام له دور. يعني أنا ممكن كتاب أسرار شاعر المليون أو حتى الآن أصبح المدح والتطبيل ما يغني للبرنامج، بالعكس سب البرنامج يرتفع معاه اللي يسبه. يعني فيه بعض الإعلاميين وبعض النقاد قالوا والله هذه لعبة إعلامية خطيرة، اتفق بدر اللامي بينه وبين بعض أعضاء البرنامج. لا والله ما حصل لا اتفاق بيني وبين أعضاء البرنامج، ويشهد الله أني صار لي الآن طال عمرك 3 سنوات، قرابة 3 سنوات أو تعدد 3 سنوات، والله ما شفت أبو ظبي شلون صايرة. من زمان ما رحت، ولا لي أي علاقة تربطني بأي شخص يعني هناك، عزيزين وغالين، لكن علاقتي مع بعض الأشخاص هناك سطحية جدا، يعني ما بيننا أي علاقة قوية. لكن البرنامج يعني ككيان كله حقق لك شيء الكتاب؟ حقق مبيعات خيالية، حقق لك شهرة كبيرة يعني وأرباح مادية أكثر من حضورك أكثر من حضورك في برنامج شاعر المليون. أكيد. يعني اللي حقق لك قفزة في الشهرة وفي الإعلام كتابك، واللي هو مرتبط ارتباط كلي بشاعر المليون. اي شوف يعني لها أفضال عليك برنامج شاعر المليون. والله لا أنكر برنامج شاعر المليون ولن أنكر برنامج شاعر المليون. أنا طال عمرك إذا شفت الكيان الشخصي اللي قدامي إنه ناجح، يا أخي في يوم من الأيام أو في سنة من السنوات شاعر المليون سحب البساط من الساحة الشعبية من أولها لآخرها، خلى الساحة الشعبية كذا ولا شيء. تعرف اللي قاعد طالع بس حتى الساحة الشعبية نفسها التفتت بالستلايت حقها إلى شاعر المليون، ولا أحد بالساحة الشعبية قدر يحرك ساكن خلال 4 شهور. بعدها طال عمرك بدأ يسقط، لكنه فز، يعني فز بنور جميل جدا وبحضور جدا جميل، لكنه لم يحافظ على توازن. طيب بدر، اختصار القول في أو مجمل الكلام اللي حول شاعر المليون، هناك كثير من الشعراء اللي شاركوا برنامج شاعر المليون طلعوا وقالوا والله اللي يسب شاعر المليون وهو مشارك هذا جاحد للمعروف. فكيف رد بدر اللامي والله أو دفاعه عنك وعن زملاء بعض من الشعراء اللي شاركوا وطلعوا جميل وهم يعني خلينا نقول ما سبوا انتقدوا بس انتقاد لاذع؟ شلون يعني اللي شارك مثل بدر اللامي شارك إذا طلع من البرنامج وانتقد البرنامج جاحد للمعروف، لأن البرنامج يعني عرف على الجمهور. جميل. أنا راح أقول لك تفضل. نحن ذمم لا تشترى بالمال. طيب يعني اللي مدحهم ربما أنا لا أعرف
اذا كان الرجال مثلا مداح او كذا يمكن على قولتهم استانس يمكن يعد مواجهه بدر، كل يعد مواجه. طيب هذا نقطة. النقطة الثانية نحن ذمم لا تشترى بالأموال أبدا. أما سالفة إني والله معروف أعطيناك فلوس لا تتكلم علينا، يا أخي أنت ما قاعد تعطيني فلوس مقابل إني ما أتكلم عليك، جائزة أخذها غصبا عليك لأني أستحقها وما أخذتها لحالي، أخذوها معي 48 شاعر. فلذلك لا تجي تقول لي والله أنا أعطيتك، لا أنت أعطيت الشعراء كلهم الصالح والطالح. ربما أصلا إني أستاء منك لأنك سويتني بعض الشعراء اللي ما يسوون شيء. فهمت الوضع؟ يعني لكن ليش ناخذ حنا النقطة والله ناس مثلا أكرمونا على عيني وراسي، أكرمتني طال عمرك على عيني وراسي، لكن هذا شيء تجاري، برنامج تجاري. سالفة إنك تكرمني من حلالك لا، برنامج تجاري. لو البرنامج ما يمشي تجاريا ما تكرمني أنت. طيب في بعض يعني النقاد والمتابعين يقولون والله أنت شاعر اختاروك وأنت يعني مثلا تكاد تكون شهرتك يعني محدودة، والله يا فلان حنا اخترناك 48 أصبح عليك اتصالات وأصبح لك حضور وأمسيات وجيت في أبو ظبي وشالوك وحطوك وسكنوك يعني هذا الأمور اللي يعني يتكلمون عنها أنه والله الشاعر قاعد يحصل أشياء غير جائزة، أشياء كبيرة. فمن العيب أنه مثلا ينتقد البرنامج. ما أدري هل هذا الشيء هذا شفته ولا لا؟ أنا وضحت لك وجهة نظري وأعيدها بس يعني بمنظور أوسع. شاعر المليون أنا قاعد أقول لك إنه برنامج عالمي وجماهيري وجميل جدا. ضعف شاعر المليون في السنوات الأخيرة أو السنة الثالثة والرابعة بدأ يضعف البرنامج. ما يعني عادي، شيء واقعي لازم يضعف البرنامج. طيب أبو نمر نبي نسمع من قصيدة. خلنا أكمل لك. طيب تفضل. أنا أحسبك خلاص حطيت نقطة. حبيبي، هو انتقادنا للبرنامج أني أجي للبرنامج أو أنه والله كذا كذا كذا. يا أخي أنا أرى شغلات ربما أن بعض الأشخاص ما يرونها. في ناس مثلا يرى كم عطيتني، فاهم، نقديا كم عطيتني، الله والله أنت جميل، ما عطيتني أنت مو جميل. خطأ يا أخي، الرجال مخابر وليس مظاهر. يعني تجي طال عمرك يجيك الرجال يدفك فلوس أنت تصير خلاص تحبه وتغلي وأحلى واحد بالدنيا. يا أخي أنا أحبك الآن يا محمد صالح العتيبي وأنت ما أعطيتني دينار، يعني عادي الوضع ترى. فيعني الناس ماخذينها، أما تعطيني فلوس والله هذول أكرمونا. هذه سياسة برنامج. حتى في برامج أخرى في دول أخرى كانت تجيبهم وتسكنهم وتعطيهم فلوس وتعطيهم كل شيء، صح ولا لا؟ لذلك مو مقياس إنك تسكنني وكذا، هذا برنامج تجاري يعني. تجيبني طال عمرك عندك شيء؟ طيب أبونا نبي نسمع قصيدة. أنا سمعك طال عمرك. يقول يا معطي الطيب صبرك لا تحول عليه، يا معطي الطيب صبرك لا تحول عليه، فزيت فزة شجاع وقمت تركض وراك، يا ليتك أقفيت لا طيب ولا انت بسفيه، سكرت بابك عليك ولا عرفنا نباك. أنا أشهد أن البشر تجهل بعرف الوجيه، إلين ترميل هالأيام بعض شبهاك. قدمني الحظ في دربك على راحته، ولو ان جوعي أبد ما جاي يدور عشاك. حدتني ظروف وظروف الليالي يمتيه، كانت تدور ما بين خصال طبعك حياك، لكن عرفت أنك أصغر من تعلقت فيه، وأن أكبرك ما وصل حتى الباب قصراك. وما كل من يفتل الشارب الفعلة تجيه، بعض الشوارب مفتلها يدور عطاك. لا بيض الله وجها لا قبلنا عليه، ما مد سمن الفعائل من صميمه جاك. الناس للناس والفعل الكريم النزيه، يبقى بصدر الجميلة عدها في حشاك. وإذا عجزت أصل أهدافي بوقت كريه، مصيري أصل وأنا أمسح بديني سماك. ما عجزوني وأنا مالي بطموحي شبيه، بكرة تعرف أني أكبر من عرفت ونصاك. الله الله صح لسانك وأنت سالم يا بدر. نستأذنك في فاصل أبو نمر. أعزائي المشاهدين فاصل ومن ثم نواصل مع ضيفنا بدر اللامي. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين مع شاعرنا بدر اللامي. أبو نمر، من خلال الشطحات التي تكتبها انتقدت الكثير وخسرت الكثير. نعم.
بدر اللامي يعني ما عندك أي مشكلة أن مثلا تنتقد ما تخفف من حدة النقد على حساب مثلا أنك ما تخسر الكثير من الشعراء؟ والله يا أبو صالح خففت فيما فيه الكفاية عفوا، يعني كان النقد مركز، الآن خفيف يعني جدا، يعني ما يشرب. في بداياتك أعتقد. في البداية طبعا، في بداياتي كنت أنتقد نعم. خسرت، نعم خسرت، خسرت عقول لا أريد أن أكسبها، لأن خسارتها أكبر مكسب بالنسبة لي. ليش؟ عشان اختلفوا معاك بدر؟ مو اختلفوا، لا تزعل من النقد، يعني أنا ما قاعد أسبك ولا قاعد أشتمك، أنا هذه وجهة نظري في نقطة معينة نقدية أدبية قاعد أمشي عليها وأطلع الشطحة في البيت الشعري اللي عندك. يا أخي عندك شيء قول له أبو نمر ترى هذا أنا أقصد فيه كذا، وأقول لك أبشر من عيوني، والعدد الجاي أنزل اعتذار وأحطك طال عمرك وأقول الشاعر يقصد كذا. لكن إنك تجي طال عمرك والله الشاعر صادق، أو عفوا بدر اللامي صادق، لكن أنا ما بينتقدني، مو على كيف. حدث يعني الشيء هذا انه والله بدر صدق في نقده إيه؟ او صدق في رؤيته، بس أنا ما لكن انا ما بي. نعم هذه الشطحات هي اللي خسرتني الأشكال أو الشاكلة هذه من الناس، فلذلك أن خسارتهم أكبر مكسب. إذا كان إنسان ما في بعضهم يقول يعني ما لك حق يا بدر انك تنتقد مثلا معنى في البيت، انا المعنى اللي قصد فيه ما ببدر، ما انتقدت معنى والله، ما في اي معنى، كله على تراكيب لا يعني لا لا ما انتقد اي معنى. شطحات طال عمرك تعني انحراف عن المسار، انحرفت عن مسار القصيدة والبيت الشعري، بحيث أنك حطيت التركيبة غلط ومشيتها على الجمهور، مو على كيفك. سرقت تاريخ ومشيته على الجمهور، مش على كيفك. أنك تجي تتعدى الحدود الدينية، هنا طال عمرك يقولك استوب. فانتقادي كان في خلال الفترة هذيك، أو أنك طال عمرك يجي واحد يسرق مثلا محمد صالح العتيبي، محمد صالح ما عنده صفحة يكتب فيها، يجي بدر يكتب ان هذا سرق الشاعر فلان. يعني كان فيه شعراء يبلغونك يعني يا بدر ترى احنا. رايح العقيلي رحمه الله عليه، الله يرحمه يسكن الجنه، دق علي انا ما اعرفه قبل تقريبا سنتين او سنتين تقريبا. انا كتبت النقد بال2004، دق علي هو بال2008. تخيل يعني شو الفتره. لقى النقد منقول اللي انتقده بدر اللامي منقول الى احدى المنتديات الادبيه، وهو قرأ ب2008 وانا كاتبه ب2004، فدق يتشكر عاد رحمة الله عليه الله يرحمه. يعني وجد بيننا غالي وغادر غالي. لكن سبحان الله يعني شوف النقد شلون. مثلا فريح العقيلي ما عنده كتاب انه يكتب، لكن يدري ان هذا الشاعر مثلا سرق فريح، فما يقدر يتكلم، يطلع قدام الناس يا جماعه ترى هذا سرقني هذا، لا. لكن قلم موجود مثلا من اقلام عده، بدر اللامي من بينهم قاعد يكتب، وكانت صفحاته مثلا مراقبه والناس كلها تشوفها. يا اخي انصف هالشخص هذا. هل هذا في عيب؟ اني اخسر اشخاص معينين يرون ان هذا الشيء اللي قاعد يسوي عيب، خسارتهم مثل ما قلت لك. يمكن بعضهم يقول لك انا والله ماني متعمد وصارت خطأ. اعتذر، قول ماني متعمد، ما حد رادك بشيء، قول والله العظيم ان راحت علي، نجي نقول يا شباب ترى راحت علي. طيب يعني كنت في محل الراصد النقدي للشعر او في الساحه الشعبيه لكل شعر. نعم. شاعر تعرفه، شاعر ما تعرفه؟ والله اعرفه ولا ما اعرفه، يعني في شعراء تمون عليهم كتبت عنهم؟ اي والله بكل صدق. اي يشهد الله، منهم محمد عويضه اليامي، كان صديق نتقهوى انا وياه زلغت على عد اليوم. ولا زعل؟ لا والله ما زعل، والى الان صداقتنا باقيه. طيب الله يديم الصداقه. محمد بن الذيب اعترف حتى باخطائه، قال والله العظيم انه اخطا، والى الان علاقتنا باقيه، وعادي ورجال من اكرم الناس اللي ولا فضل عليك. شرواك ابو صالح وشرو السامع، رجال انسان يعني قمه كان بالاخلاق. يوم جينا قبل بقطر وكذا قبل 6 سنوات او 7 سنوات، فما زعل، عادي الوضع. طيب اختلفت انت مع احد القائمين على على احدى المجلات وشالوا الصفحه اللي تكتب فيها من خلالها شطحات، فهل بسبب انك والله انتقدت اشخاص عزيزين عليهم او في خلاف فعلا بينك وبين احد القائمين على هذه المجله؟ ما اذكر والله. مجله بعد شاعر مليون ولا قبل شاعر مليون؟ مجله وضوح كنت تنشر فيها شطحات. اي شطحات، لا شطحات انا هل لها علاقه في النقد اللي انت تناولته؟ اولا شطحات ليست لمجله وضوح، كانت سابقا يعني كانت مجله قديمه بغض النظر عن ذكر اسمها، كانت لها جو بالساحه الشعبيه،
كانت فيها صفحاتي اسمها شطحات. بعدها طال عمرك في سوء تفاهم أو حدث خلاف انتقلت صفحاتي إلى مجلة وضوح بناء على رغبة القائمين هناك، لكن إكراما لمجلة وضوح في هذاك الوقت أسميت الصفحات وضوحيات وليس شطحات، وقمت بالكتابة بمعدل صفحتين شهريا للمجلة مع القيام ببعض الأعمال في المجلة الصحفية وإعادة بعض الكيانات مع الشباب. فكنا متعاونين، هم أصدقاء عزيزين وغالين ويبقون عزيزين وغالين، لكن ما خلنا نكون أكثر وضوح ما دام المجلة وضوح. وضوح مرتبطة في شاعر مليون، فحدث سوء تفاهم مع شاعر مليون من حقهم أنهم يبتعدون. يعني ما كان على النقد اللي أنت تتناوله في صفحتك. لا ما في أي شيء. أنا انتقدت شاعر مليون بأكمله، فهذول تبع لشاعر مليون، فاهم؟ تبع لشاعر مليون، فهم من حقهم يعني أنهم مثلا يسوونه. طيب اختلفت مع فهد عافت أو أنت قلت فهد عافت يعني شاعر أستاذ كبير ونحييه من خلال هذا البرنامج أنه سرق شطحات؟ لا والله ما قلت. أنا ما قلت أن فهد سرق شطحات. اقتبس ولا اقتبس ولا أطريتها ولا أخذ. طيب قد لسه. طيب هو في شغلة. هو في شيء متعلق بفهد عافت. والله يا أبو صالح، هو في فهد عافت كتب صفحات لكني كتبتها قبله. كتب صفحات هي شطحات في جريدة شمس السعودية. طيب. أنا قبله بسنتين كنت كاتب شطحات، توافقت الأسماء، توافقت الحروف، توافقت الكلمات، شيء عادي يعني الوضع. فلذلك الناس جو قالوا يوم من كتب بدر اللامي أو عاد وقال شطحات بدر اللامي من جديد، قالوا لا أنت سرق من فهد عافت. يخرب بيتكم وينكم كل هالسنوات يعني قبل فهد عافت. يعني كنت تدافع عن نفسك ما لا أكثر يعني. بس ما يعني أنا قبل فهد عافت الناس جو قالوا لا أنت ماخذ شطحات من فهد عافت. يا جماعة ما يصير. زين أوكي، الدليل عندي، نزلتها طال عمرك بالموقع الرسمي حقي. الشطحات متى كنت أنشرها ومتى جت جريدة شمس وانشرتها الفهد عافت. توافقت الأسماء والهدف واحد ربما. طيب ما كلمت فهد عافت بخصوص فهد؟ والله إنسان عزيز، لأنه إنسان عزيز وأستاذ في الساحة الشعبية. ما نعم. كلمت ما قلت والله فهد قعدت أنا وياه أكثر من مرة، تواجهنا أنا وياه أكثر من مرة، لكن والله يا أبو صالح أرى أن يعني لو فهد عافت مثلا أخذ من بدر اللامي الاسم أو هو وأنا هذا أشك فيه يعني أنه فهد عافت ابتكر الاسم وسوى هذه شغلات. تعرف فهد عافت يمون على كيان بدر اللامي، فما بالك باسم من اسماء بدر اللامي اللي جت. طيب أبو نمر، نبي نسألك حول ديوانك الصوتي. يعني يمكن أنا بيني وبينك صار اتصال بخصوص ديوان وقلت نعم. أنه الاسم غير الاسم اللي أنت به. اي والله. فكان ديوان شتات أو ديوان شتاءات أو شتاء أصبح شتات. هو الديوان اسمه شتاءات. اي شتاءات. كنت كاتبها بتعرف بحركة على أساس مرسل إيميل وكاتب لهم شتاء، تعرف شتاء آت ألف 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 ورا بعض بعدين آت. الهمزة ضاعت. الهمزة اللي تحت ضاعت يعني ما سويتها. فجو شاب طال عمرك وقروا قالوا يا ولد هذا شيء يتفلسف شتات وخلاص. سموه شتات راح الديوان على بدر. هو كان اسمه شتات. والله كان لي رغبة كبيرة انه يكون شتاءات، لاننا في بلد يعني في الخليج العربي ككل ميتين حر، لذلك جاي الديوان بالصيف. والله العظيم فجاي الديوان بشكل حلو يعني تاخذ شتاءات وكذا، كأنه بيبسي كذا يعني، بيبسي بارد كذا تعرف اللي تقعد الظهر تتابع. فالاسم كان حيل عاجبني. فيوم جيت ولا الشتات قلت يا اخي انا مشتت بلي يعني بدون هذه وهذه يعني طالع. فسبحان الله خيره. طيب صار شتات. حقق لك ديوان انتشار يعني في والله السواق ولا راضي انت عن تجربتك؟ جدا. اول تجربه لك صوتيه اعتقد. اي والله، لكن تجربه جدا جميله استمتعت فيها، خصوصا اني انا ما انشر كثير. يمكن تعرف ابو صالح اني ما انشر كثير. عندنا سؤال محضرينه بخصوص النشر والعوده للكتابه والرجوع للشعر. جميل. لكن نبي نخليها اخر، مو باخر شيء، بعد الاسئله هذه نبي نرجع اساس ناخذ منك بعض الاجابات. ما عندك اي مشكله. انا الديوان طال عمرك انا بس يعني كجمع للقصائد، واني اعطيتها في احد الشباب اتصل قبل مده والله ما اعرفه من الكويت،
كان من اخواننا الحضر، فمستمتع عفوا بالديوان بشكل كبير. تعرف استغربت يعني هم الشعراء فيهم شعراء لكن يعني ما يتابعون يعني ما يتابعون الديوان الشعريه وكذا. فهو الولد مستمتع بالديوان يقول الله جميل وكذا، مستانس هو على بعض القصائد اللي فيه، خاصه انه كان في نمط حزني كذا الديوان، فاستانس عليه كثير. فالشخص هذا نفسه جدا امتعني، لاني وصلت الى اناس خارج الساحه الشعبيه بكثير. يعني الساحه الشعبيه ما بقول كلها بدو، لا، بس انه في ناس مو مهتمين اصلا بالشعر. يعني هو الولد اللي كلمني يقول والله ما اسمع الشعر اصلا، بس اخذته كذا يعني من بس وعجبها الديوان واستانس، دور رقم تليفوني واخذه ودق علي بالسوق. فتعرف متعتك بهالشخص هذا اكبر من متعه الساحه الشعبيه كلها. صحيح. فانا استمتعت فيه يعني، فعرفت ان الديوان وصل الى اذان جميله جدا، واتمنى انه يحوز على ربع رضاهم. بس جيد. ابو نمر، يعني كثير من يتهم مثلا بدر اللامي يعني من اكثر الصحفيين، ما ابي اقول شاعر، لان الشعر له حضور يختلف عن حضورك الاعلامي. جميل. كثير من يقولون ان بدر اللامي رجل يعرف الاعلام بما انه اعلامي، فكثيرا ما يعني يعمل خلافات او يعني يصنع جميل. خلافات كذا مع بعض المؤسسات الإعلامية ومع بعض الشعراء أو الإيقاع في بعضهم. أنا بك أو أربأ بك عن الأمور هذه، لكن كثير من في النت يعني يتحدث عن الشيء هذا. جميل. أن بدر يعمل بهذا لأنه رجل يعرف في الإعلام ويبحث عن الشهرة والضوء من خلال هذه الحركات الإعلامية يعني اللي يجيدها بدر اللامي. والله يا أبو صالح، أنت ما ودك تطلع مثلا الشخص الإنسان ككيان لا يعني ما يحب أنه يطلع بصورة مشوهة قدام أحد، حتى صحيح. لو كانت شهرة. صحيح. يعني لو كانت شهرة وكذا أني بصير مثلا مشهور، أنا أقدر أني أطلع ببرنامج فاشل مثل البرامج الغير مسماة وأصير مشهور يعني عادي، شيء يعني تعرف الدرب سهل جدا. روح طال عمرك واطلع معاهم مستانس وكذا، وارجع طال عمرك أنت مشهور والناس كلها تصفق لك. لكن الإنسان يبحث عن النقاء الذاتي والرضا الإلهي ورضا المجتمع بعد الرضا الإلهي. رضا المجتمع غاية لا تدرك. المجتمع والمؤسسة الإعلامية في المجتمع جزء من المجتمع ككل. صح. فلذلك رضا المؤسسة الإعلامية أيا كانت غاية لا تدرك. هذه نقطة. النقطة هذه طال عمرك اللي وصلنا لها اللي هي المؤسسة الإعلامية. أني أنا ما أختلف مع أحد. خروجي من مجلة اللي قبل شاعر مليون، مجلة معينة، خروجي كان مشكلة، صارت المجلة كبيرة وتسكرت المجلة على أثرها، خرج بدر اللامي. يعني أروح أوقف عند الباب أنتظر يعني المجلة متى تصير، ما يصير يعني متى يرجعون من الدوامات يعني متأخرين. هذه واحدة طال عمرك. الخروج الثاني مثلا في مجلة وضوح، والله أنا ما خرج، وعزيزين وغالين إلى اليوم يا وضوح أنتم على العين والرأس، وما بيننا إن شاء الله إلا كل خير. لكن إني طلعت من المجلة ما طلعت، صار بيننا خلاف، اتسعت الفجوة لأنكم أنتم تبع لبرنامج وأنا طال عمرك كيان بحالي يعني الحالي، فلذلك لازم يكون يعني بيننا فراغ كبير. فخلاص يعني صار مثل ما أنا يعني تقاطعت مثلا مع برنامج شاعر مليون أو هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة طال عمرك ما في أي مجلة يعني يرتبط فيها بدر اللامي كارتباط يعني كيان كلي، أو المؤسسات الإعلامية اللي تقصدها أنت. لو أنك موضح لي أنت جعلت السالفة مبهمة، فلذلك الجمهور الحين راح يصير راح لو توضح لي بالأسماء. توضيح يعني ما أعتقد أن فيها أسماء، يعني بيقولون بدر اللامي رجل إعلامي يعني، فإذا انتقد بطريقة يعني تجعل أن بدر اللامي فعلا يعني وضع اليد على الجرح لكن له قصد. يعني بدر اللامي انتقد انتقاد صحيح، لكن بدر اللامي بحث من خلال انتقاده على ضوء اختياره للأسماء أو للمؤسسات الإعلامية معينة في انتقاده. طبعا هم يختلفون عن انتقادك الموضوعي. لم أنتقد سوى برنامج شاعر مليون غير برنامج قصائد شعراء. جميل. جميل. أنا فاهم والله اللي تبي توصل له. هذا اللي موجود يا أبو. والله كلامك جدا جميل جدا وسؤال بقمة الروعة، والجمهور له حق بعد أنه يعني يوضح له بدر اللامي. والله سؤال بقمة الروعة وأنا أضرب لك تحية. الله يرضى لي عليك. انتقادي الوحيد كان لشاعر مليون، غير انتقادي لشاعر مليون لا تعتبر انتقادات يعني، ولا أنظر إليه كانتقادات. يا أخي أنت نصك الشعري مثلا
قديما أنت يا الشاعر الفلاني نصك الشعري جميل، أنت طرحته للجمهور، فلذلك مش تنتظر اتصال معجبات. صراحة خلينا نتكلم صراحة، لا تنتظر اتصال معجبات أو معجبين، انتظر طال عمرك أيضا نقد على القصيدة. إذا كنت إنسان محايد، إن لم تكن محايدا فأنت إنسان يعني كلام فاضي، مجرد كلام فاضي، تبحث عن نشر صورة وتعلقها وتبرز. عيب يعني، احنا أكبر من الإنسان مبادئ. الإنسان لابد أن تكون له مبادئ، يكون له كيان شخصي، مو إني كل يوم أرز وجهي ولا حط نفسي بالمجلة وشوفوني واستانست وأنا كذا وأنا. عيب يعني، خلاص يعني اظهر بظهور جميل، خلي اللي وراك طال عمرك تحدث سنة عن هذا الظهور، مو أظهر كل يوم راز وجهي سواء بالمجلة أو بالمكان الفلاني أو المكان العلاني. فهذا الغلط اللي مثلا بدر ينتقده يوم من الأيام، أني أنتقد شعراء إذا كانوا من الناس الكبار فأنا أقف احتراما لهم. يعني إذا كان حتى لو ما تقبل النقد، حتى لو قال لي يا أخي أنت مضيع الجادة أصلا، وين أنت؟ أنا رجال أقصد كذا وكذا وكذا، حتى لو قال الكلام هذا أقسم بالله أني أحطه على عيني وراسي. أهم شيء أنه يكون ردة الفعل. يا أخي خل ردة فعلك ردة فعل إنسان ذو مبادئ، بس خل عندك مبادئ ورد. يعني مو تجي طال عمرك والله ليش انتقدتني بعدين الناس يقولون إني مو شاعر. أنت عندك شك بنفسك، اطلع من وجود الثقافة هذه كثيرة. نبي نسمع الإجابات عن الأسئلة، والأسئلة كثيرة صراحة، بس بعد ما نسمع قصيدة أبو نمر. حبيبي يقول يا كثر ما تطري على البال دايم، هذه سنة وانت عن البال ما غبت، موقد بصدري في غيابك ولايم، يقدع بها عسر الليالي ولا هبت، وعودت ليل البارحة وانت هايم، كنك ولا أخطيت فيني وعذبت، شايل من حروف المحبة نسايم، عذرك مهو بيدك عن الحب جنبت، ما تدري شلون الهموم التلايم، من يوم ما لديت عني وغربت، ما تدري شلون الهموم التلايم، من يوم ما لديت عني وغربت، طولت بالغيبة وكلي عزايم، وانا كثر ما انتظر طلتك شبت، ومن طول الغيبات جاب الغنايم، بس انت قل لي يوم طولت وش جبت، غير الهموم اللي بها القلب عايم، نيشنتها في وسط صدري وصوبت، جيت وخفوقي بين الأضلاع حايم، شوفك مثل فرقاك ذوبني وذبت، في غيبتك عن كل الأحباب صايم، ومن جيت للعزم القوي حيل خيبت، أقبلت ونجمع لشوفك هزايم، أدمح بها ذنبك لي منك أذنبت، تعال واخذ حروف شعري تمايم، في طلتك مولد غلا طاب لي وطبت. الله سلامتك، صح لسانك وانت سالم يا ابو نمر، صح لسانك. ابو نمر، بداية في الصحافة كإعلامي وكصحفي وكناقد قبل الشعر. جميل. طيب بدر، الآن يعني بعد مسيرة طويلة بالإعلام وبالشعر، ما ترى أن النقد يعني يحتاج خبرة، يحتاج تمرس أو دراسة؟ أنا تركت النقد والله من زمان، بس في بدايتك ما لاحظت أنك مثلا بديت عنيف؟ موهبة الله سبحانه وتعالى رزقني موهبة كرستها ببعض القراءات، فالحمد لله تولدت شيء جميل صراحة. أنا كل ما أرى أو أصيد خطأ معين أستمتع جدا والله، مو استمتاعي مثلا على الشاعر وكذا بصيد على زلة، ما همني الشاعر أصلا، في بعض الأسماء أصلا ما أعرفها، يعني تعرف إيش يبي يفيدني الشاعر، واللي ما تعرفه نبي نوقف عند هذه. الشاعر اللي ما تعرفه ونصه فيه تلا طال عمرك على طول حطه مع الشباب. طيب أنت تقول له وش بيفيدني فيه الشاعر؟ إيه في ذلك أنا ما أبحث عن أنا ما أبحث عن تبحث عن نجم يعني. لا ما أنت متفاهم عشان توضح للجمهور لأنك إيه لا أنا أقصد يعني الشاعر هذا الغير معروف أجيبه وأحطه فاهم يعني. أنا أقول لك كلهم على بعضهم مو مفيديني بشيء، يعني بعض الشعراء الأسماء اللي معاهم مو يفيدتني بشيء، ما أعرفهم يعني، يمكن حتى الجمهور ما يعرفهم، لكن اعتقادك لمسطرة واحدة. اي والله بعض الأسماء أقسم بالله ما كنت أعرفها، بس بعدين تعرفت أن هذول الشعراء يعرفونهم الناس كذا قسما بالله اني قبل تعرف ارى كاتب قصيده والناس تطبل له ولا ادري عنه والله يا ابو صالح. نطلع فاصل ابو هنا خبرات. اعزائي المشاهدين، فاصل ومن ثم نعود اليكم.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ومع شاعرنا بدر اللامي. حبيبي أبو نمر، تحدثنا عن بدايتك وعن الشعر وعن الإثارة وعن وجودك وعن طبعا في الساحة الشعبية وعن بعض الأمور اللي يعني انتقدتها واللي تعرضت لها من خلال مسيرتك الشعرية والإعلامية. جميل. بدر، في بدايتك بدأت صحفي وإعلامي، انتقلت كشاعر. جميل. تعرضت للنقد كشاعر في الصفحات أو في المجلات، تعرضت للنقد وقلت مثلا هذا لا يستحق أن ينتقد. والله شوف، بالصفحات لا، كانتقاد لقصائد بدر اللامي لا، لكن أي قصيدة نشرت لبدر اللامي من خلال الديوان الصوتي أو من خلال الموقع أو من خلال المجلات هي ملك للجمهور. ينتقد من ينتقد يعني. انتقد اللي تبي. طيب ليش اللي عمرك وقول سر تحولك من إعلامي إلى فرصة شاعر؟ يعني أنت عندك يعني ما شاء الله تقلبات جوية. مزاجك كصحفي اختلف عن مزاجك كشاعر إلى حضورك الآن أو صحفي بعدين كشاعر. خلنا أصدقك القول، وهذا قلته قبل، تفضل، لكن أنا أقول لك ثاني مرة. حينما تأتي لجمهورية أو لدولة أو كيان كبير، فاهم، جمهورية الساحة الشعبية تعتبر جمهورية من كثر إمبراطورية يعني. إمبراطورية الساحة الشعبية، وتطرق أبواب الإمبراطورية، التصوير صورة شعرية، تطرق أبوابها ولا حد يجيبك. تعرف اللي طال عمرك تحاول انك تدخل تدور لك مداخل، تدور فتحه ما في شيء، تبي تنقز، انسى سلم امبراطوري ولا شيء. تعرف اللي اخر شيء منجنيق. تدور لك اي شيء تدخل فيه. فجيت طال عمرك للساحه الشعبيه او امبراطوريه الساحه الشعبيه. كيف ادخل هذه الامبراطوريه؟ تقلبت الى مواهب اخرى. الساحة الشعبية ينقصها والله ينقصها طال عمرك ناقد، ينقصها صحفي، يبون الشغلات هذه. فانك تجي الساحة الشعبية طال عمرك وانت ناقد وصحفي وعندك القدرة هذه وعندك الموهبة، تدخل عليهم بعين قوية. ليه؟ لأن الإمبراطورية 90% منها شعراء، فلذلك ماخذين أماكن يعني. لازم تاخذ لك مكان. شلون تاخذ لك مكان؟ انت تصورت الصورة، فاهم؟ انت طال عمرك تاخذ لك مكان بينهم، او تحاول انك تدخل في هذا المسرح الكبير، انك تبي تاخذ لك مكان. ما تقدر تاخذ مكان انسان تو جالس الا انك تميز. وشلون تميز فيه؟ لازم تطلع قدام الجمهور. شلون تطلع قدام الجمهور؟ فوق السطح. هذا الكلام فوق السطح. اي شيء، خلي الناس تشوفك، فاهم؟ فتجي طال عمرك تبي تطلع قدام الجمهور ولا تطلع اي مكان عشان الناس يشوفونك، لازم يكون لك شخص موجود يقول لك تفضل على المسرح، خلي الجمهور يشوفك عشان قاعدك بالكرسي الامامي. هالشخص هذا شلون توصله؟ عن طريق الصحافه. والشخص هذا من مسؤول مثلا أو عن طريق النقد. الشخص هذا مش شخص في كيانه او في شخص في ذاته، صلاحياته لا يعني. هذا الشخص عباره عن مؤسسه تضم مجموعه من الاشخاص. الوزير مثلا، اي الوزراء هذول اللي هم اللي يضبطونك طال عمرك، يحطونك داخل عشان انتخابات. يعني الان هذا انت بدر اللامي تقول ان مثلا الشاعر لابد او الصحفي لابد يكون له علاقات بالوزراء، وزراء امبراطوريه الشعر. اذا ما كان لك علاقه بالوزير او ما تعرفه ما تطلع. طيب ممكن تكون ممكن الامبراطوريه في شاعر يجي ويتقدم للخليفه حلو. خليفه شلون تقدم الاعلام هذا كله. حلو. خليفه الشعراء طال عمرك. الخليفه طال عمرك ربما يكون له ما له جو الان. الحين الموجودين كلهم الوزراء، هم اللي قاعد يشتغلون وشايلين الساحه. قديما خليني اوضح لك الصوره بشكل اكبر. هو الظاهر انه وضحت الحين، صارت مسلسل كرتوني. خلصت مسلسل تاريخي خلاص. فتجي طال عمرك الساحه الشعبيه، دخول بدر اللامي كان تمرير الشاعر اللي في بدر اللامي من خلال الساحه الشعبيه او من خلال الصحافه. انا اسكن المنطقه الشرقيه في السعوديه، فما عندنا اعلام. يعني اني اجي طال عمرك ابي ادور لي منبر اعلامي اطلع منه، ما عندي. في الرياض وفي الكويت الرياض بعيد، فلذلك الكويت اقرب اني اطلع من الاعلام الكويتي. فجيت طال عمرك بالاعلام الكويتي بالبدايه. الاعلام الكويتي ما اعرف فيه احد، فلذلك حاولت اني ادخل للاعلام. شلون؟ عن طريق الصحافه. كتبت طال عمرك، اتى يعني انبهار من بعض المدراء
تحرير او رؤساء تحرير وزراء اللي الوزراء الموجودين هنا، قال يا اخي انت تكتب كتابه جميل. لو اني قايل له مثلا انا شاعر، يقول كان عندي 70 شاعر مصفوف على جنب، وين اصرفهم؟ وين؟ لو تقول لي يا اخي والله اني اكتب كتابه حلوه، يا اخي تكفى بس اسمعني، يقول لك لا ماني سامعك. عندي كان تكدس شعراء كبير، فكل الناس قاعد تجي وكل الناس قاعد تبعث، فلذلك قلت خلينا نتميز في درب معين بعدين اطلع على الساحه، تعرف اللي يطلع لها من وراء غدرها من وراء. فجيت طال عمرك وطلعت على الصحافه وانبهروا بالكتابات، فكتبت بشكل كبير. بعدين انتقلت الى مجله وضوح، بعدين ربطتني مع اخواننا اللي بالامارات واخواننا اللي بالكويت علاقات، والحمد لله الصحافه، وحضرت معرض الاقتصاد الفروسيه قديما قبل شاعر مليون. فجت فرصه شاعر مليون. انا شاعر يعني قبل لا ادخل اصلا الصحافه انا شاعر، بس حدني الزمن اني اصير بعد الصحافه، مع انه مهنه عفوا كنت احبها بشكل جميل، يعني تعلقت فيها، مع انها كانت يعني وسيله وليست غايه. يعني جلست مع الوزراء والله تعرف اللي جلست وهذا طلعت يعني استانست عليها الشغله هذه. والله ترى الصحفي هيبه، الصحفي خاصه اذا كان صحفي يحاول انه شرس يكون مع الناس، اقسم بالله العظيم ليش يكون لازم يكون شرس الصحفي؟ عشان تأمن على عشان تكون عندك أمانة للنقل. طيب في أمانة بس بلطف والله العظيم اللطف ما يجيب أمانة. والله ما يجيب أمانة، لازم تكون شرس معاهم على أساس يعرفون أنك محايد، أنك إنسان ما تلف ولا تدور. طيب إنك يعني جربت ووصلت ودورت في الإمبراطورية ودخلت بالطريقة هذه، ودخلت في غيرك واجد الحين، شلون يبون يوصلون؟ أنت كوزير تفتح لهم الباب وتقول تفضلوا وتوديهم، ولا وش الطريقة؟ نجوم في الساحة مثلك الحين، نجوم في الساحة الشعبية الآن يعرفون أن بدر اللامي حينما فتحت له أبواب الصحافة حطهم في مقدم النجومية. هم كانوا لا يعرف حقهم وباطلهم، يعني شو السبب يا بدر؟ هم يعرفون، عشان بس أعلمك أن مثلا أن بدر اللامي هؤلاء الأشخاص اللي ما لهم أصلا شغل بالنجومية، ولا أصلا يعرفون، يعني ما شاء الله شعراء جميلين لكن ما لهم شغل بالإعلام أصلا كله، كانت بوابة دخولهم عن طريق بدر اللامي. من أبرز نجوم الساحة الشعبية، هم يعرفون نفسهم الآن. طيب ليش شو المشكلة لما تذكر منهم؟ لأني لا أملن فضلا على أحد. ما هي منا إذا ذكرت. لا والله لا يشهد الله. طيب هم يذكرون، تجي بقلبه طال عمرك، هم يذكرون يقولون بدر اللامي له فضل بعد الله سبحانه وتعالى. والله واحد منهم يذكر أن بدر اللامي في أغلب المجلات ذكر أن بدر اللامي كان هو بوابته للإعلام. طيب الصحفي بدر اللامي تعرض يعني للجحود والنكران. نكران جميل كبير، لكن أنا مسامح في كل له مسامح، هذا شيء راجع. كيف كل إنسان على مرباه وعلى أصله. يجي بدر اللامي، أنا إنسان أعوذ بالله كلمة، أنا أجي أطلعك بوابة، أنا كأمانة صحفية أستخدمها طال عمرك، أجي أطلعك وما أبروزك، شعرك هو اللي يضبطك أو يحطك بالمقدمة، لكن أنا أجيك أفتح لك البوابة أقول لك اطلع الجمهور، خلي الجمهور كله يشوفك، اطلع. أي شاعر يعني يجي البدر اللامي ويستحق، شاعر جميل، شاعر له حضور كاريزما. بعض الشعراء ركزت أنت على حضور وكاريزما. نعم. طيب في مبدعين لكن ما عنده حضور. والله العظيم ما يصيرون نجوم لو يموتون. أنت بدر تقدمه للجمهور، ما يصير، تقدم نصوصه، ما والله لن يقبل. بعض الأشخاص الآن صار بعض الوسائل الإعلامية قاعد يعني تضخهم بنسبة 90% سنويا. يعني تخيل كل الوسيله الاعلاميه، مثلا الوسيله الاعلاميه هذه ولا هذه ولا هذه تجي تواجده يعني كاذبه بشكل كبير. طيب ما يصير نجم. يمكن هو فاضي ما عنده شيء. يموت ما يصير نجم. يمكن هو فاضي ما عنده شيء. فاضي شلون؟ انا اقصد الشاعر المبدع، النص الابداعي، الكاريزما ما هي كاريزما. النص الابداعي طال عمرك يبقى وينتقل من شخص الى شخص. في نص ذاك اليوم حتى بعض الناس يحسبونه مثلا البدر اللامي، هو مو بدر اللامي. انا يا اخي انا انسان يعني مثل بقيه الجمهور، اسمع قصيدة يعني اني شاعر يعني ما اعجب الا بقصايدي انا، غلط. انا انسان مثلا سمعت لي بيت كان بقمه الروعه، اكتشفت بعدين انه الشخص او نيك نيم او مسمى ثاني اسمه سداح او ما ادري ايش، اللي هو الادمي لا سرق قلب ادمي ثاني، هو من اهل النار ولا من اهل الجنه، او هو يدخل النار وهو يدخل الجنه. فالناس تعجب يعني ان هذا سداح وصل بيت الشعري حقه، مثلا بدر بالاعلام معاهم وكذا، انت يا سداح وصل البيت الى بدر. بغض النظر انا اعرفك ولا ما اعرفك يا سداح، انت تعتبر الان يعني
ذائقتك او قصيدتك وصلت لخلق الله، يعني قاموا الناس يتداولونها. انت الحين يوم قاعد اقول لك القصيده محمد صالح قلت لي البيت او كملته، لان البيت وصلك. نعم. القصيده الجميله تصل. لكن انا اتكلم عن النجوميه. النجوميه تحتاج لكاريزما للشخص. يجي شخص طال عمرك مكتم، ايه تقول تو قاعد من النوم وجايبين اجري مجله جر، تعرف يعني مش يعني مكتم كذا ماخذها بهياط او ماخذها يعني تراني، او يدخل بالامسيه بس ناقص يقول الله تعرف لي كذا. والله العظيم يا اخي الناس قبول. طيب هذا يمكن ينجح، هذا اللي يلعن ويسفل. لا مو لا انا اقصد مو التلعين اللي لا هو الصوت يعني كنايه عن الصوت اللي كانه يلعن. والله ما يطلع، والله العظيم يطبلون ليومين ثلاثه ولا راح يطلع ظاهره، يعني ما هو والله نجم. ولا ظاهره ولا يعتبر اصلا ظاهره. حتى لو شعره كان جميل يا اخي الابتسامه صدقه. صحيح. ابتسم دليل انك اليوم تبتسم لي وابتسم لك. يا دراس نوزع صدقات اليوم، اغتنينا بعد الحلقه. فطال عمرك الابتسامه هي بوابه القلوب. ابتسم لخلق الله، مو هو ناقص من قدرك شيء ولا هو رافع من قدرهم شيء. خلي الابتسامه طال عمرك ومحياك دائما، مو يعني تعرف خلك قبول عند الناس. وبالمناسبه يعني بعض الابتسامات تعجبني يعني الساحه الشعبيه تنقص بعض الامور، لا ما فيه ساحه شعبيه مثاليه. نعم. لكن بعض الشعراء ايضا بعد يعني ما يملك مثل الامور اللي انت طرحتها قبل شوي، ما يملك انه والله يبتسم رجل. مش ابتسامه، انا اقصد ان ابتسامه بكيانها، ابتسم بروحك يا اخي. يعني يكون متهلل شوي وجهه، بيض الله وجهه، يكون له يعني جميل. حضور فيه، يكون متهلل. طيب بدر، بما انك صحفي واعلامي وناقد وما شاء الله وشاعر، في سؤال وابي اجابته بكل صدق. جميل. الان من يصل للاعلام بسرعه، المبدع ام المتسلق؟ المتسلق. الان في ضوء الاضواء هذه والساحه الاعلاميه الكبيره، المتسلق. المبدع او المتسلق؟ المتسلق. انت قبل شوي طالب بالشاعر انه يكون الشاعر المبدع انه يكون صاحب ابتسامه وصاحب حضور. لا هذا مو تسلق، انت ما تفهمني. انا اقصد الشاعر المبدع بغض النظر، احنا نتكلم عن النجوميه. طيب مثلا يصل احد الاشخاص تسلق على احد مدراء التحرير، طيب وحاول انه يصل، لكن بعدين طال عمرك اكتشفوا مدير التحرير طرده. المتسلق طال عمرك يصل بسهوله لكنه يسقط بسهوله. يصل بسرعه ويسقط بسرعه. بسرعه. طيب يعني يصل طال عمرك بسنه او 6 شهور تلقاه واصل وعند المجله الفلانيه وهذول رازين له وهذا يصور له وهذا مدري، بعد 6 شهور تلقاه وينه؟ تسال حتى تجي المدير التحرير وين الشيخ، خلي يولي متسلق هذا. طيب الجمهور شو تصنفه يا بدر؟ تعاملت مع الجمهور بشكل مباشر يعني من خلال كتابك، من خلال انتقادك، انت ما تشوف ان الجمهور مثلا تنقص بعض الثقافات معينه؟ لا انا ما اقدر اقول كذا والله يا ابو صالح. مش الجمهور، ما في شيء بالتعميم. لا مو تعميم، اي صح. انا الكلمه هذه يعني مثلا دائما يقولون الجمهور ساذج، اغلب الجمهور يقول لك الجمهور يصفق على اي شيء وكذا. انا عندي مبدأين. المبدأ الاول من ضمن مبادئ عده، طبعا مو مبدأين في حياتي كلها. المبدأ الاول ان القصيده التي يرددها الاطفال هي قصيده ساذجه، بحكم أننا قديما لما كنا أطفالا، طبعا ما ولدنا كذا طول الرجال، كنا أطفال كنا نردد أغاني الأفلام الكرتونية والمسلسلات الكرتونية، كنا نحفظها، فلذلك كان حفظها سهل. كان يوم كبرنا ترى عرفنا أنها سخيفة يعني. فالجهال أو الأطفال حينما يرددون قصائد أو حافظينها كذا ويرددوا القصيدة وكذا حافظها مستانس عليها، فالقصيدة ساذجة، ما في شيء، خرابيط من هذا قياسهم يعني. هذا القياس الأول. القياس الثاني طال عمرك على الجمهور. الجمهور كل شخص هو يحكم ذاته. كيف؟ أنا إنسان أقرأ، لا جيت طال عمرك الناس صفقوا وضحكوا على البيت ضحكت معاهم، ما أقدر تعمني مثلا يا فلان البعيد تعمني معاهم كأني من السذج الموجودين. أنا إنسان قارئ ومثقف وعارف كل شيء وكذا، لكن أعجبني فكاهة هذا الشخص. لكن يوم طلعت قالوا لي ما رأيك فيه يعني في هذا الشاعر، شاعر سخيف جدا بس يضحك. فاهم؟ أطلع كذا معهم والله سخيف بس يضحك، امشي مع الناس. يطلع واحد ثاني شو يقول، اللي مثلا عقليته صغيره، يقول والله شاعر مبدع، يخرب بيته جنن الجمهور. وهالسب البيت هذا اللي قله حياء. يطلع هذا يكتشف يعني الانسان كلما اكثر من القراءه وهذا كان انسان واعي. الجمهور يغلب عليه طابع يعني الجهل، يعني يغلب عليه مو طابع الجهل، لا يغلب عليه طابع الفزع الان في الوقت الحالي. والله هذا شاعر شمري كلنا نبي نروح،
ونصفق لو يخربط للصبح، وحنا معه وناسه وكذا وكذا، او شاعر عتيبي او شاعر كذا او شاعر، فاهم الفزعه القبليه. صحيح. فصارت الفزعات قبليه. الان يا اخي والله يا اخي والله يرثى لحال الشعر ويبكى على الشعر. يعني صار الجمهور اغلبه او 90% منه صار جمهور قبلي. يعني يجي شاعر عملاق مثلا من الشعراء بمجرد انه ما ينتمي لقبيلتي ما حضر امسيته، يخرب بيتك على هالمنطق هذا. يا اخي ما يصير. استمع يا اخي، انا كنت استمتع بمتعب التركي وما زلت استمتع بفهد عافت، استمتع بسليمان المانع، استمتع بنايف صقر، استمتع بمساعد الرشيدي، استمتع طال عمرك بنزار قباني، استمتع باحمد مطر. يا اخي احمد مطر يعني من جماعتنا، ما يصير يعني. لذلك هذول كيان اخر. يا اخي استمتعوا بالشعر، لا تستمتعون بالاشخاص. طيب انا ودي استمتع مشاهدين بالشعر ابو نمر، عندنا قصيده طال عمرك. تصدق قاعد مجهز قصيدتين بس. الخيار لك يا ابو. يا بعد راسي. كان ودك بابيات. يقول ابي اسمعك شيء من الديوان. تفضل. يقول لو نحسب اللي راح وراح للبعد راح، كان شلنا الأماني في جيوب الزمان، ولو نضيق الليالي ينمحي بالصباح، ما كان شفنا على وجه البسيطة هوان، ولو نحبك مثل ما قلت يمحي جراح، هو ليه خليت جرحي ورحت لأقصى مكان. أناجي الهم لين الهم بالصدر فاح، ما هان شي في بعادك بس كل شي هان، حبيتك بقلب يلبس من غلاتك وشاح، ما حركه شيء مما شاف في ذا الزمان، يمشي على اطراف حبك وانت لقاك طاح من بين اياديك، لين احساس اياديك خان، خبيتك بداخلي حتى هواك استباح، حرمة خفوقي وعرقين العيون الليان، وشملت بي عن يمين العشق لين استراح، دمع المحاجر على رمض الرموش السيان، والروح رفت بعد ما رحت عني جناح، واستبشروا يوم سقت الرجل عني ثمان، الهم والغم والسد الملي يوم باح، والحزن والضيق وجروح اللي فتني سمان، والعاذل اللي يكب الملح فوق القراح، والصاحب اللي ما هو بصاحب سوى العيان. الله صح لسانك وانت سالم يا ابو نمر. حقيقة انا استمتعت صراحة في هذه الحلقة معك يا ابو نمر. الله يطول عمرك. وعلى اجاباتك وعلى قفشاتك وعلى نقدك وعلى وجهة نظرك حول بعض الامور اللي تطرى في الساحة الشعبية وحول بعض من مسيرتك الشعرية، ورأيك ابو نمر كان يعني واضح جدا. الله يطول عمرك. وفي كلمة أخيرة يا ابو نمر. والله كلمة أخيرة طال عمرك، انا بأصدقك القول يعني بعد هذا اللقاء، وما بيطول عشان البرنامج، لكن والله العظيم أني دخلت اللقاء وأنا مرتاح، فلذلك أخذت مني ما تريد. الله يبيض لأني طال عمرك أنا مرتاح والله تواجدي في هذه القناة الجميلة وتواجدي أمامك. الله يبيض وجهك. أنت يشرفني والله يا أبو نمر. يشهد الله. فأنا طال عمرك اللي أحبه أعطيك اللي بقلبي. الله يرضى عليك. الجمهور نعتذر إذا كنا أخطينا بقيد أنملة، لكن إذا جبنا الصحيح اللي بيزعلوا كيف. الله يبيض وجهك، وحضورك كان ممتع ومشوق يا ابو نمر، وابد شرفتنا في محلك. الله يطول عمرك. الله يبيض وسعداء جدا بوجودك في الكويت وفي هذه الحلقه. عزيز وغالي. اعزائي المشاهدين، وصلنا معكم لختام هذه الحلقه التي جمعتنا بالشاعر والناقد والكاتب والصحفي والاعلامي الجميل بدر اللامي، على امل اللقاء بكم في حلقه متجدده مع شاعر ونجم من نجوم الساحه الشعبيه. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج محمد ناصر السبيعي، تصبحون على خير.